هذه طبعا اول مره اقولها. والدي والدتي يوم من الايام مع عائله اصدقائهم اجوا زاروا الامام العباس والامام الحسين منذ قديم زمان قبل ما اني اجي للدنيا. يعني كان والدي انه يحب انه يجي ولد، عائلتنا عندنا قله يجون الولد، اكثر شيء البنات. اي فطلب هو والدتي من الامام، قالوا له العلويات اكو عائله وياه من اصدقاء من اهل كربلاء، قالوا له اطلب من الامام العباس هذا الطلب وان شاء الله ما يخيب ظنك، وايضا هو الطلب من الله عز وجل. فكذلك والدي ما رجع عن قراره، طلب ورجع، وبعد ايام حصل الخير واجى شخص اسمه فهد. بعد قصه مرت سنين وعدت. حلو. اي نعم مرت سنين وعدت، اصبح فهد كبر ونضج وزار زياره مفاجئه للامام العباس. رجع هذا التعلق الروحي اللي هو ما اعرف شنو اوصفه الان دا اتكلم، ولكن هي علاقه وطيده وش قد ما اتكلم عنها. يعني انت جيت للدنيا كان بطلب من والدك من الامام العباس عليه السلام. هذه اول مره ان الله يرزقه بولد، وانا الوحيد لاهلي. يعني انا الولد الوحيد لاهلي وعائلتي، وعندي 3 خوات الله يحفظهم ان شاء الله، وتحيه لاهلي هم اوجههم سلام. حلوه هذه القصه امانه. فقصه عشق وابتدات مع الامام العباس، وسوف لا تنتهي هذه القصه الى مماتي. من شو كنت عرفت هذا الموضوع؟ شو كنت قاعدوا يسولفوا لك؟ كانوا هم يشوفوني انا دائما اجي ازور الامام العباس والامام الحسين، واصور دائما انشر على عبر صفحاتي عند ابتدائي بمشروع. يعني بعدني ما ابتديت حتى بمشروع زياره المحافظات، كانت اكثر محافظه. بس ما تعرف بهذا الموضوع. اي انا ما اعرف الوالد، كان شيء مفاجئ. فوالدي قال لي انت شنو هذه العلاقه اللي دائما تزور الائمه بيها وهاي، احنا يعني بسبب البعد هذا صار السنين. قلت له يعني شيء دا يجذبني ودا ياخذني هناك، وانا من اروح هناك انا احس نفسي انه انا يمكم، يعني يم اهلي. ومن ادخل هذه الحضره يختلف عن كل المكانات اللي ادخلها. فابتسم والدي ووالدتي قالوا انت تعرف اكو قصه خلينا نحكي لك اياها انت ما تعرف بيها. طرقوا لي هذه القصه اللي انا تكلمتها، صراحه انا ضحكت وابتسمت بقلبي وكلش فرحت. سبحان الله. عرفت انه هناك اكو ربط مع الامام العباس عليه السلام، وهو معروف بشجاعته، وضحى بكفينا وضحى بكل جسده لاجل الامام الحسين. هذه الشخصيه عظيمه، واعتقد قد ما نتكلم عنها ما توفي، وحبي إلها وعشقي إلها ما راح ينتهي، لا هي ولا الإمام الحسين أيضا. الله يديم هذه المحبة. آمين. وهذا العشق.